السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا معايا في الصور، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حريشه اللي تحضروا هكا للكوتي اولا الفطور. كتوجد في 10 ديال الدقائق، كتجي هشيشه حبه على اختها، كتجي لذيذه بزاف بمكونات جد بسيطه. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير وفرجه ممتعه. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ واحد الزليفه اللي غادي نفرغوا فيها 2 كؤوس ديال السميده الرقيقه. عبروا بالكاس ديال العنبه. المهم غديروا واحد 250 غرام ديال السميده، ربعه ديال السميده. غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال الملحه تكون ممسوحه. لاحظتوا معايا المعلقه ماشي عامره بزاف، يعني كتكون واحد المعلقه اللي هي صغيره. غادي نضيف كذلك 7 غرام ديال الخميره الحلويات اولا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. غادي نخلط هاد المكونات، يعني الملحه والخميره والسميده، وغادي نضيف عليهم واحد ربيع كاس ديال الزيت النباتيه. غادي نبسبسوا هذيك السميده مزيان مزيان، نغلفوها مزيان بهذيك الزويته. ما كنضيفهاش دقه واحده، يعني كندير ربيع كاس حدايا، وكنبقى كل مره كنضيف شويه، وانا كنحرك هكا ب70 ديال يدي حتى كنتاكد ان داك السميده كلها تغلفت بالزيت. دابا غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال السكر كيعطي واحد اللوين اللي هو زوين هاد الحرشه، كتجي هكا محمره. وغادي نضيف علبه ديال الياغورت بمذاق الفاني، اللي تقدروا تعوضوها بكاس ديال اللبن اولا كاس ديال الحليب. غير هو هاد ياغورت ديال الفاني صراحه كيعطيها واحد الهشاشه وكيعطيها مذاق زوين بزاف، يعني كتجي بحال الا مزيج ما بين الحرشه والكيكه. ضفت حبه بيض واحده وكاس من الماء من روبيني، يعني الماء بارد عادي. صافي غادي ناخذ الطراب اليدوي وغادي نخلط مزيان هذيك البيضه في الاول مع هذاك الياغورت والماء، ومن بعد غادي نبقى نخلط بحال هكا كيف ما شفتوا معايا. كيكون القوام ديال هذا الخليط خفيف، ما كيكونش ثقيل، يعني كيكون هكا سائل كيف ما غادي تلاحظوا معايا. صافي نخلط مزيان، نتاكد ان هذيك البيضه تخلطات لي وهذاك الياغورت، المكونات كلها تخلطات مزيان. لاحظتوا معايا القوام ديالها. طبقي المقادير اللي شاركت معاك، ما تزيدي حتى شي حاجه من راسك باش تنجح معاك هاد الحريشه وتجيك هشيشه وبنينه بزاف. شتي الا جربتي هاد الحرشه فغتولي معتمده عندك، غتولي كتوجديها كل نهار. على ما توجديها كبرير ديال اتاي ولا قهوه، فالصراحه دغيا دغيا كتوجد. صافي هنا خديت مقيله اللي دهنتها بالزبده، رشيتها بشويه ديال السميده، وغادي نفرغ الخليط ديالي. وهانتوما شوفوا معايا الخليط كيفاش هو القوام ديالو، يعني واحد القوام اللي كيكون هكا جاري واحد شويه، ما كيكونش ثقيل باش تجيكم هشيشه. الا تقلنا الخليط اولا زيدنا السميده فتقدر تجينا هكا قاصحه. المهم صافي غادي نفرغ هذاك الخليط كامل، ما تخليو حتى شي حاجه في الزليفه، ضروري تهبطوا هذاك الخليط كله. وغادي ناخذ غير اليد المقله وغادي نحركها بحال هكا، وصافي غادي تقدم الوجه ديالها، يعني ما تحديوها لا بمعلقه لا حتى حاجه. صافي مباشره دابا غادي نديها فوق البوطه. لاحظوا معايا البنات البوطه كيفاش غادي نقص عليها اولا النار كيفاش غنقص عليها، يعني تكون بحال الشميعه عندك وتجهدوا عليها العافيه. حنا بغيناها طيب على خاطرها وعلى المهل باش كطيب مزيان وكتنفخ وما كتحرقش. الا جهدتوا عليها العافيه فغادي تحرق لكم وما غاديش طيب. العافيه اللي تكون مهيله وخليوها كطيب على خاطرها حتى كتبدا تنفخ وكتشد راسها كيف ما كتشوفوا معايا. نتوما هنايا درت واحد فقاعات صغيره، هذوك الفقاعات هي منين كانت كتنفس كيخرج منها الهواء، ماشي انا اللي درتهم، هي من نهار راسها درتهم. المهم من بعد ما كنتاكد انها طابت، يعني كنعليها كنشوفها من التحت واش بلاصقه ولا ما لاصقاش. تاكدوا انها ما لاصقاش وكتحيدوها فوق واحد الطبيصل ولا فوق خشيبه ولا بالطريقه اللي شاركت معكم. ما تقلبوهاش على وجهها، غير بالمعلقه ديال البلاستيك ولا معلقه ديال الخشب، وحاولي انك تحيديها غير بشويه باش ما تهرش ليك. كنرد المقله فوق البوطه وكنعاود ندير شويه ديال الزبده كيف ما درت في الاول، شويه ديال الزبده وغادي نرش شويه ديال السميده، وغادي ناخذ هذيك المقيله غادي نحطها فوق الحرشه كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي دابا غادي ناخذ هذيك المقله ونحطها فوق مباشره فوق هذيك الحريشه. صافي وغادي نقلب الحرشه ديالي بكل سهوله، غير بشويه عليكم. شوفوا انا بغيت نحط يديا فوق البوطه يديا محروقه ومازال باغا نزيد نحرقها. صافي غادي نحط هكا كيف ما شفتوا مقيله،
وغادي نقلب. كتقلب ما كتهرس ما كتعوج، غير بلاتي عليكم باش حتى نتوما ما تهرش ليكم وما تعوج ليكم، ما تعوجش ما تعوجش ليكم. صافي كنقدها بحال هكا وغادي نخليها عاوتاني على نار اللي تكون مهيله. المهم البنات الا كثرت عليكم الهضره صراحه بغيت غير تنجح معاكم وما يوقع فيها حتى شي حاجه باش ما تدعوش فيا. بغيتكم تجيكم حريشه كيف ما جاتني انا. صافي من بعد ما كنتاكد انها تحمرت من الجهه الثانيه كنحطها في طبق ديال التقديم وكنخليها حتى تبرد تماما. انا هنا الصراحه راني زربت عليها وقطعتها معكم باش نسالي لكم الفيديو دغيا. اما نتوما خليوها حتى تبرد عاد قطعوها باش ما تفرتتش ليكم. صافي غادي نقطعها معكم ضروري باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. صراحه واحد الحريشه صراحه هي كتجي مزيج ما بين الحرشه وما بين الكيكه، وكيف ما شفتوا طيبه غير في مقيله على نار مهيله ما خداتش منا نهائيا الوقت، وكيجي مذاق ديالها كيحمق. ديروا لا الياغورت، من الافضل انكم ديروا دانون ديال الفاني، ما تعوضوش بشي حاجه واحده اخرى. انا عطيتكم البديل غير الا ما كانش متوفر، اما الا كانت متوفر عندكم دانون ديال الفاني فديروه. صراحه كيعطيها مذاق اللي هو كيحمق وكيجيبها هكا هشيشه بزاف. صافي هنايا غادي نقطعها معكم، غادي نوريها لكم دابا وهي مقطعه هكايا على 4. لاحظوا معايا راه مازال سخونه وقسمتها، ولكن نتوما خليوها حتى تبرد باش ما تفرتتش لكم. انا قسمتها غير بشويه. ها نتوما كيفاش كتجي هكا حبه على اختها، كتجي هشيشه فتيه لذيذه بزاف. تقدروا تاكلوها غير هكا بوحدها ما تضيفوا لها حتى حاجه، وتقدروا كذلك هكا دهنوها بشويه ديال الكونفيتير ولا باش ما بغيتو، على حقاش هي جات محلوه ما مالحه. كيف ما شفتوا درنا معلقه صغيره ديال الملحه ودرنا معلقه ديال السكر، يعني دهنوها باش ما بغيتو. ها نتوما لاحظوا معايا القوام ديالها كيفاش كيكون، كتجي هشيشه صراحه. واخا نعيا نشكر فيها ما نعطيهاش حقها، كتجي لذيذه بزاف. ما تحقروهاش واخا حرشه، ولكن المذاق ديالها غزال بزاف. كنتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. ما تعكزوش، نوضوا دابا وجدوها الا كان مازال عندكم الوقت. ديروا بها الكوتي اولا توجدوها هكا للفطور بصحه والراحه. خليت لكم الهنا وراحه البال. نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده. شكرا لكم وبسلامه.